السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. وفي الفيديو ده هراجع معاكم فيلم بيكي بلايندرز اي مورتال مان، ولكن المره دي مش هحرق الاحداث لاكتر من سبب. انا عملت تغطيه لاحداث المسلسل علشان دول 6 مواسم صعب تغطيتهم في يوم واحد، وعشان كمان تكون ملم بكل الاحداث القديمه المرتبطه بالقصه. ده غير ان الموضوع عدى عليه وقت فعادي ان احنا نحرق فيه. لكن فيلم بيكي بلايندرز اي مورتال مان هو اصلا ساعتين اتنين من امتع ما يكون، وانا عايزك تاخد جرعتك السينمائيه وتستمتع بالعمل. وعشان كده خليني اعرفك ان فيلم بيكي بلايندرز اي مورتال مان اتعرض اصلا في السينما يوم 7 مارس كعروض خاصة اعتقد، ورجعت لنا بيه نتفليكس مرة تانية على منصتها علشان نقدر احنا كمان نستمتع بيه. وان جيتوا للحق الفيلم ده ما ينفعش يتشاف غير سينما، فعشان كده على اكبر شاشة تلفزيون عندك وشوف عليه الفيلم. وقبل ما اقول لك اي حاجة انا اضمن لك انك هتاخد جرعة سينمائية هتعدل مزاجك بالمعنى الحرفي. Everybody stay calm, because this man, ladies and gentlemen, is Tommy Shelby. Who the fuck is Tommy Shelby? Perhaps someone should explain to him who I am. طبعا فيلم ذا ايمورتال مان من بيكي بلايندرز بيرجع لنا بعد عرض اخر حلقة من الموسم السادس من المسلسل بعد 4 سنين من وقت عرضها، وده معناه انهم اخدوا وقتهم الكافي علشان يفحصوا في الفيلم ويقفوا عند كل كي فريم في الفيلم مش بس عن كل مشهد. احداث الفيلم بتدور في فترة الحرب العالمية التانية. بيرجع لنا كيليان مورفي مرة تانية على شخصية توماس شيلبي اشهر زعيم عصابات في لندن، وبياخد قرار انه يخرج من عزلته علشان يواجه اخطر حساباته على الاطلاق. بيخش في صراعات نفسية وبيواجه نفسه، وبيواجه كمان ابنه دوك اللي غير حسابات كل حاجة في الدنيا. الولد طالع بشع بشكل مش طبيعي. في الحقيقة باري كيوغان اللي كان بيلعب شخصية دوك علق معايا من اول مرة اشوفه على الشاشة في فيلم دانكرك. اداؤه كان خاطف للانظار وملامحه بريطانية جدا، وهو ده المطلوب. ده غير طبعا اداؤه التمثيلي ومذاكرته كويس للشخصية وتعمقه في الحالة اللي كان بيصنعها. وخد الحتة دي كهنت مش حرق الاحداث، لاننا كلنا عارفين ان دوك امه هي اللي ربته، ما ترباش مع توماس شيلبي وسط عيلة بيكي بلايندرز، بل هو كان حصيلة تربية الغجر وسط الرومان. فالرفليكشن اللي حصل منه بعدم انتمائه الكامل لتوماس شيلبي والبيكي بلايندرز انا كنت متوقعه، بس ما كنتش متوقع انه هيحصل بالشكل ده. الولد قدم اداء خرافي في التعبير عن الكاركتر بكل الجوانب النفسيه، والله مذاكر حلو فشخ. حتى الاكسنت بتاعته مظبوطه جدا. فقضيه التمثيل الموضوع عندي اداء تمثيلي من امتع ما يكون. من ناحيه سرد القصه ذات نفسها بقى فالموضوع هنا فيه كلام كتير ممكن يتقال، لان في الحقيقه انا محتاج اشوف العمل اكتر من مره علشان افهم الاسقاطات، كل الاسقاطات اللي جوه، لاني ما حسيتش ان العمل جاي يكمل باقي احداث موسم بيكي بلايندرز وخلاص. ولكن اللي حسيته فعلا ان في فعلا حاجه جايه تتقال هنا ملهاش علاقه بالمواسم القديمه، واحساسي طلع في محله. لان المخرج هنا توم هاربر جاي يخلد ذكرى حصلت في 19 نوفمبر سنه 1940 وقت ضرب الالمان بسلاح الجو 400 طن من المتفجرات على مدينه برمنغهام. مات وقتها 53 عامل من عمال صنع الذخيره في مصنع سمول هاس بعد ما قرروا عدم اللجوء للمخابئ حتى بعد صافرات الانذار. وصناع العمل هنا بيهدوا الفيلم تخليدا لذكرهم. وعلى فكره الروح دي انعكست على الفيلم بشكل كبير، لانك طول مشاهد الفيلم وانت عايش حاله واحداث ما بين حروب عالميه وعصابات وخيانه وقرارات سياسيه. انت عايش حاله حرب فعلا، مش موضوع توماس شيلبي بس. وما قلش احساسي هنا عن فرجتي لفيلم دانكرك للعظيم كريستوفر نولان. فالفيلم عبقري في المزج ما بين قصة توماس شيلبي وما بين حالة الحرب اللي عشناها. ده فعلا كان مزج عبقري. وتطور الاحداث مع وصولك للبلوت تويست معمول فعلا بحب. السيناريو هنا مكتوب بحب يا جماعة، مفيش اي بخل من تفاصيل ممكن تفوتك او تفاصيل زيادة ممكن تبوظ عليك تجربة المشاهدة. فكل التقدير لمجهود الكاتب العبقري ستيفن نايت هنا. اما بالنسبة لنقطة انك لازم تشوف المسلسل كامل ال6 اجزاء قبل ما تتفرج على الفيلم، فانا هقولك اكيد لازم تشوف المسلسل، لان قصة الفيلم هي امتداد للمسلسل عشان تفهم العالم ده، مين مات ومين بينتقم لمين، وتطور شخصية توماس شيلبي ذات نفسها، والتقلبات والصراعات والحروب والتطورات السياسية. افضل طبعا لو شفت ال6 مواسم وتخش على الفيلم، هتاخد جرعة 100، او ممكن حتى على الاقل تقرأ عن احداث المواسم القديمة. وانا وفرت عليك المجهود ده وعملت لك بلاي ليست كاملة فيها تغطية ال6 مواسم، ومن خلالهم هتعرف تستمتع بفيلم زي مورتال مان من بيكي بلايندرز. بالنسبة بقى للتصوير السينمائي فالكادرات هنا عظيمة ومعبرة بشكل مش طبيعي. والله المشاهد بتنطق من حلاوتها مع الاوريجينال سكور، والاغاني اللي في الخلفية بتوصف الاحداث وبتخلي المشاهد تنطق بدون ما
الممثلين يتكلموا، مع تحفظي طبعا على ان الاغاني كانت كتير شويه بس تمام ما كانتش سيئه. واخر حاجه كلكم عايزين تعرفوها هو ان توماس شيلبي مات ولا لا. فمعلش يا صديقي انا مش هقدر اجاوبك على السؤال ده لان الفيلم مش طويل، هما ساعتين هتستمتع فيهم جدا وهتاخد اجابه السؤال افضل من اني اقول لك اه او لا وبس كده. ده طبعا مش كل حاجه عندي عن فيلم بيكي بلايندرز زي امورتال مان لان فعلا الفيلم محتاج يتشاف تاني، ولكن هنا بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد. سلام. But nearly doesn't count. How does it feel to be a savage and a beast?